السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بناء بقى على طلبكم طلبتوا مني كذا مره ان انا اعمل الكيكه بمقادير مظبوطه. بصي، هتاخدي المقادير دي النهارده وبصي على ضمانتي هتعمليها وانتي مغمضه كده، عمرها ما هتفشل معاكي ابدا. عايزه اقول لكم ان انا بعمل الكيكه من وانا عندي 15 سنه، يعني عارفه كل خباياها. يعني عارفه كده وانا بعمل الخليط بتاعها اذا كانت هتنجح معايا ولا هتفشل معايا، وايه الصح اللي بيتعمل فيه عشان تنجح معاكي، وايه الغلط اللي انت تحاولي اللي انت تتفاديه عشان تطلع معاكي الكيكه هشه وبالارتفاع الحلو ده، وتكون لونها فاتح كده وعمرها ما يكون لونها غامق معاكي. بس يا ريت ما تجروش الفيديو عشان كل معلومة هنقولها هتكون مفيدة معاكي وهتعتمديها على طول في الكيك وهتنجح معاكي بإذن الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك والاشتراك في القناة والشير مع أصحابك. يلا بقى نسمي بالله. أنا أول حاجة جبت الخلاط ومعايا هنا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. أهم حاجة وأول خطوة تعمليها إن البيض بتاعك ما يكونش طالع من التلاجة، يكون بدرجة حرارة الغرفة عشان الكيك يطلع معاكي هش وينجح معاكي. حطيت عليه الفانيليا. وتاني معلومة كمان، السكر بيكون لونه فاتح بالشكل ده، ما يكونش سكر تموين لونه غامق وتقولي ليه الكيكة بتاعتي طلعت ان هي لونها غامق. لا، السكر يكون معاكي ابيض زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت هنا 1.25 كوباية من الكوبايات المعيارية. اهم حاجة لو هتستخدمي الكوباية بتاعتك المجة او اي كوباية تبقى بنفس المقادير اللي هتعايري بيها كل المقادير بتاعتك. خلطت هنا البيض مع السكر مع 1.25 كوباية من السكر. خلطتهم كويس لغايه لونهم مفتحه بالشكل ده. بعدها نزلت بنص كوبايه من الزيت. اهم حاجه برضو يكون الزيت لونه حلو معاكي عشان خاطر تطلع الكيكه يعني لونها فاتح معاكي برضو. كل دي حاجات بتخلي الكيكه معاكي تطلع لونها فاتح، ما يكونش لونها غامق. اهو خلاص كده انا خلطته كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. السكر لو انتي حابة الكيكة بتاعتك مسكرة، يعني بتحبي الحاجة مسكرة قوي، حطي 1.5 كوباية بس، هي كده بجد مظبوطة ومسكرة وحلوة قوي. مع كوباية شاي، يعني تبقى معاكي مظبوطة خالص. كوب وربع من السكر تبقى معاكي تمام. تعالوا بقى نعمل المكونات الجافة بتاعتنا. انا حطيت هنا كوباية من الدقيق، واهم حاجة ان انتي تنخليها كويس. برضو دي رابع حاجة او خامس حاجة، ان انتي تنخلي الدقيق بتاعك كويس عشان خاطر ده اللي بيعمل هشاشة في بتكون معاكي الكيك هشة وبتكون معاكي مرتفعة. يعني حتى لو هتعمليها مرتين تنخليه مرتين بيكون احسن لك كمان. انا كده حطيت كوبايتين اهوت من الدقيق بتاعي. انا مستخدمه هنا يعني دقيق من متعدد الاستخدامات. وحطيت كمان نص كوبايه من الدقيق، يبقى انا حطيت كده كوبايتين ونص من الدقيق. تمام كده. هحط كمان نص كوبايه من النشا. والنشا فايدتها ايه هنا؟ ان هي بتخلي الكيك معاكي طري، بتخليه معاكي لونه فاتح، بتخليه معاكي لما يخرج معاكي من الفرن الكيك ما يهبطش منك، وتن الكيك معاكي ثابت. يعني قصدي لما حتى تيجي تخرجي الكيك بتاعك من الفرن عمره ما هيهبط معاكي، وهنا يفضل بنفس القوام. دي بقى اهم حاجة الكيك شيف معانا. ده البودر بتاعي اللي انا بستخدمه في كل الكيكات، واللي هيعرفني برضو هيلاقيني بستخدم على طول في الكيك بتاعي النشا، وبحط برضو الكيك شيف. يعني بجد بعد تجارب كتير احلى بكتير من البودر العادي، يعني انا بستخدمه على طول. بيبقى حلو معايا وبطلع الكيك حلو زي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو كده. خلاص بعد ما قلبنا المكونات الجافة والدقيق مع النشا وكل حاجة قلبناها مع بعض كده، هنحط بقى حبة بحبة كده واحنا ايه بنقلب بالمضرب بتاعنا. واهم حاجه برضو نسيت ان انا اقولها لكم، يعني حطيتها في الخلاط واحنا بنضرب البيض بتاعنا. حطيت معلقه صغيره من الخل، ده برضو بيبقى محسن حلو قوي للكيك بتاعك. ما تنسيش تحطي معلقه صغيره من الخل. وهتنزلي كده بالدقيق بتاعك واحده واحده وهتقلبي، هتلاقي القوام معاكي لسه تقيل كده. الخطوة اللي احنا هنعملها دي دلوقتي بجد حلوة اوي، هتطلع معاكي مليون المية الكيك عمره ما يهبط معاكي. يعني بقى عايزين دلوقتي نفك الخليط ده ان هو تقيل اوي، فاحنا ايه دلوقتي هنحط له لبن. بس اللبن بقى هنكون مسخنينه. يعني اللبن بقى هتنزلي عليه بلبن سخن كده، هتقولي لي هيبوظ العجينة وهتبوظ البيض وكده. لا ما تخافيش خالص، هتنزلي باللبن سخن معاكي. بجد هتبقى خطوة حلوة قوي. بجد انا كل ما بعمل كيك يعني بعمل الخطوه دي. وكنت عملت معاكم قبل كده كيك بالشوكولاته. يعني كان فيديو كنت عامله فيه تورتايه كده بالشوكولاته، هسيبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. كانت بجد كانت وهم، يعني كانت مطلعه الكيكه نفسها تحفه، كانت تتاكل كده من غير ما تزوقيها ولا اي حاجه. اعملي الخطوه دي هتطلع معاكي بجد الكيكه حلوه قوي. هتقلبي كده
انا حطيت هنا كوبايه من اللبن السخن، وهنزل كمان بنص كوبايه. انا هنا حاسه ان القوام لسه عايز كمان لبن، فضفت بضيف حبه بحبه، يعني لو احتجت النص كوبايه كله هحطه، ما احتجتش خلاص. بس انا هضيف كل المقدار بتاعي، يبقى هي خدت كده كوبايه ونص من اللبن. وان شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف للي حابب يشوفها، واللي سألني عليها كذا مرة عايزين مقادير كويسة للكيك. فان شاء الله خدي المقادير دي وانت مغمضة، يعني بجد هتطلع معاكي مظبوطة وتحفة في الاخر. اهو بحط وبقلب على طول باستمرار كده، بيبقى القوام بتاعك بالشكل ده. القوام بتاعها لو هي خفيفة، على فكرة دي حاجة كمان ممكن تخلي الكيك بتاعك فاشل ويطلع من الفرن يهبط معاكي، يبقى عالي في الفرن وبعد كده يهبط. لو الخليط بتاعك ده خفيف، لا، الكيك بيبقى القوام بتاعه شبه تقيل كده، مش خفيف خالص ولا هو تقيل خالص، لا، هو ده القوام المظبوط بتاع الكيك بتاعك. انا جبت الصينية هنا المستطيلة ديت الوسط، يعني هما بيبقوا 3، الكبيرة والصغيرة خالص، دي الوسط بقى اللي بتبقى في ال3 صواني اللي هما المستطيل. تمام كده. مسحت كويس الصينية بتاعتي بالزيت من كل الجوانب، وبعد كده رشيت عليها حبة من الدقيق ونفضته كويس، اهم حاجة تنفضيه كويس. وبعد كده نزلت بالخليط، شايفين الخليط بتاعك اهو، لا هو سايل قوي ولا هو تقيل، يعني بينزل معاكي بصعوبة، لا، بيكون القوام بتاعه بالشكل ده. هنخبطها خبطتين بس كده، نطلع الفقاقيع اللي تبقى فيها، عشان خاطر تبقى المسام بتاعتها حلوة كده وما يكونش مسامها واسعة. بس كده هتكوني بقى مشغله الفرن بتاعك من قبلها ب5 دقايق بس، علشان الكيك تاخد راحتها في السوا، ما تستويش بسرعه، تبصي تلاقيها ان هي استوت بسرعه ومن جوه لسه معجنه، لا، قبلها ب5 دقايق بس تحطي الكيك بتاعك، وبعدها كده بتلت ساعه شوفيها واختبريها. شوفيها لو طلعت معاكي كويسه وما فيهاش اي عجين، هتخرجيها، يعني هتطفي الفرن وتسيبيها وبعد كده تخرجيها اهو، تطلع معاكي بالشكل ده. هتحطيها في الرف الوسطاني وتسيبيها تاخد معاكي اللون الحلو من فوق ومن تحت. لو حسيتي كده ان هي محتاجة الشواية، يعني مفيش مشكلة لو شغلت الشواية بس اخدت اللون الحلو بتاعها من فوق. وبعد كده هتخرجيها، تسيبيها بس لما تبرد خالص، وبعد كده تقلبيها بقى، حبة تقلبيها حبة تقطعيها في الصينية بتاعتك براحتك خالص، بتبقى بالشكل الحلو ده من فوق ومن تحت، واخدة اللون الذهبي. اهم حاجة في التسوية مش كل شوية تفتحي عليها الفرن عشان ما تهبطش معاكي، تاخد معاكي في حدود نص ساعة وبعد كده هتبقى تمام، وتاخد معاكي اللون الحلو ده. وبجد شايفين منظرها عامل ازاي من جوه، وما شاء الله الخرطة يعني مرتفعة وهشة، وحاجة يعني بتتكلم عن نفسها الصراحة. شايفين من تحت عاملة ازاي، واخدة اللون الحلو من فوق ومن تحت، وما شاء الله لونها ذهبي وهش، يعني بجد اسفنجية. يعني المسام بتاعتها حتى شايفين ما شاء الله عليها، مش مسامها واسعة قوي كده، لا، مسامها مظبوطة، وما شاء الله لونها فاتح. تعال نشوف شكلها برضو من جوه عامل ازاي، شايفين الجمال ما شاء الله، حاجة كده بجد، حاجة كده يعني اسفنجية. يعني بصي لو انت كمان فتحتيها وزوقتيها كده وعملتيها تورته، هتبقى معاكي روعة مع كوباية شاي الصبح كده. يا سلام بقى لو حطيتيها في اللانش بوكس للأولاد في المدارس، هتطلع معاكي تحفة. ان شاء الله كده تعمليها ان شاء الله للاولاد، بما ان المدارس داخله علينا اعمليها لهم بقى ان شاء الله كده، يعني الاولاد في الفتره دي بيحتاجوا حاجات كده يعني نغذيهم ان شاء الله. اعملها لهم ان شاء الله وتطلع معاكي تحفه. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعي النهارده، ولو عجبكم ما تنسوش بقى تحطوا اللايك الحلو بتاعكم والشير، عشان خاطر في بنات كتير مش بتعرف تعمل كيك وبتهبط منها. وبجد كمان دعمكم بيفرق معايا جدا، وهو اللي كمان اللي بيرفع لي الفيديو الناس تانية تشوفه. وبتمنى كده يكون عجبكم الفيديو النهاردة، بتمنى تكونوا اشتركتوا في القناة لو لسه مشتركتوش، وشير بقى مع اصحابكم، واشوفكم تاني على خير، واقول لكم مع السلامة.